فيا أمراء المسلمين ويا قواد الجيوش ويا زعماء الدول والحكومات المترفين والنوامين، إلى متى تستغرقون بالملهيات والشهوات؟ ومتى تيقظون؟ وإلى متى تسمعون بكاء المستضعفين من النساء والولدان والجرحى والأسرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ويا غياث المستغيثين أغثنا يا الله. اللهم لك الحمد أنت القوي فلا قوي يدانيك. اللهم لك الحمد أنت العزيز يا عزيز. أشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لجراحاتكم يا أهل غزة لمحزونون. سلام الله تعالى عليكم يا أهل غزة وفلسطين ويا أهل مسجد الأقصى، وحفظكم الله في كنفه ونصركم الله نصرا مؤزرا، وأشفى الله جرحاكم ومرضاكم، وتقبل الله أرواح شهدائكم. يا أمة المسلمة، كما ترون تتحول غزة المدينة الهادئة والقطاع العامرة كعالم آخر من القلق والخراب والدمار. نرى اليوم غزة هي مساكن محطمة ومساجد مهدمة ومستشفيات مدمرة وأحجار متناثرة وسيارات مهشمة ومقلوبة وقصف ونيران وتفجيرات ودخان. جثث بعضها فوق بعض، جثث الشهداء بعضها فوق بعض، ورجال يهرعون يمنة ويسرى، وأطفال يصرخون يبغون أمهاتهم وآباءهم وأخواتهم وإخوانهم المفقودين منهم، ونساء تبكون تفقدون أولادهن الصغار تحت الأنقاض. هذا يكبر وذاك يسيح، وثالث يضرب كفا بالأخرى لا يدري بين يلجئ ويستأمن. وهذا جريح يرفع يده مستنجدا، وذاك قتيل قد أسلم الروح لبارئها. شيوخ وعجائز عفرت وجوههم بالتراب، وأطفال يلفزون آخر الأنفاس بين أيدي آبائهم وعلى أسد أمهاتهم. وسيارات الإسعاف والأجنحة في المستشفيات ملآ بالقتلى والجرحى. فيا إخوة الكرام ويا أخوات المظلومات، نرى اليهود تمثل أعلى درجات الإجرام في تاريخ الإنسانية وأجلى صور انتهاك القوانين الدولية والحقوق الإنسانية والبشرية. ونرى أن استانف إسرائيل الهجمات والاعتداءات على قطاع غزة، ويمثل إنه بتنسيق كامل مع طواغيت واشنطن البيت الأبيض في إخلاء فلسطينيين من أرضهم وإجلائهم من ديارهم. فيا أمراء المسلمين ويا قواد الجيوش ويا زعماء الدول والحكومات المترفين والنوامين، إلى متى تستغرقون بالملهيات والشهوات؟ ومتى تيقظون؟ وإلى متى تسمعون بكاء المستضعفين من النساء والولدان والجرحى والأسرى؟ لماذا المراودات الدولية مع نقضة العهود السفاكين اليهود؟ أما سمعتم قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إخوتي الكرام، ولكن مع جميع تلك المظالم نؤمن بوعد الله عز وجل حيث قال: ألا إن نصر الله قريب. فيا أحفاد الصحابة العرب ويا أيها المؤمنون المسلمون في العالم،
أناشدكم باسم الإيمان وأدعوكم باسم الإسلام أن تقدموا ما تجود به أنفسكم لإخوانكم في غزة المحاصرة الذين هم في أشد الاضطرار والحاجة لأول أمتعة الحياة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والأدوية. تذكروا إخوة الكرام، تذكروا نعم الله عليكم التي أنتم تنعمون فيها وتمرحون في أهليكم وأموالكم وأولادكم. فكيف يسمحكم الحمية الإنسانية فضلا عن أخوة الإيمان؟ إخوة الكرام، كيف يسمحكم الحمية الإنسانية فضلا عن أخوة الإيمان أن تنسوا بكاء اليتامى وصراخ الثكالى وأنين الأرامل واستغاثة المستغيثين في غزة؟ كيف يسمحكم؟ تذكروا أن المؤمنين جسد واحد، المؤمنون كجسد واحد، المؤمنون كرجل واحد. وأما نذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم، ما نذكر قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فيا إخوة الكرام، وما في أيدينا نحن البعيدين إلا صلاح الدعاء، إلا الصلاح الشرك في غمكم ودموعكم وأحزانكم. والله هو الذي وعدنا بالإجابة والحمد لله، وهو لا يخلف الميعاد. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الختام: اللهم انصر المؤمنين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان في غزة وفي فلسطين وفي أقصى وفي كل مكان، واجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك